ونهار 7 في الشهر روحوا مرا وراجل، روحوا مرا وراجل، واللي الشباب اللي عنده مرته يديها واللي عنده صاحبته يديها. شوفوا البارح جواه 2.5 هكذاك كانت نسبة المشاركة في الانتخابات 8%. اوكي حتى ال5 تاع العشية كانت نسبة المشاركة لحقت 10%. نسبة المشاركة في الانتخابات، كي نقول لك نسبة المشاركة في الانتخابات معناتها اللي عنده الكارطة تاع الفوت 10% من اللي عنده كارطة تاع الفوت في الجزائر راحوا فوطاو. 10%. 90% يمتنعوا عن التصويت، عنده كارطة فوت بصح ما راحش ينتخب، ريح في دارو. دركا ما بين ال5 تاع العشيه ل8 تاع العشيه شحال لعقت نسبه المشاركه؟ قفزت من 10% ل 48%. 48%، يعني 48% من اللي عنده كارطه تاع فوت ومسجل في القوائم الانتخابيه راحوا فوطاو. يعني في هذوك 3 سوايع كيفاش قفزت ل 48%؟ انا نقول لك كيفاش قفزت لانه اصحاب المكاتب تاع الاختراع هذوك اللي مريحين تجيهم اوامر من السلطه المستقله للانتخابات ومن وزاره الداخليه انه يبداو يفوطيو، تضخيم يعني تضخيم عمليه التصويت. واش يدير هذاك واش يقولوا له اللي حاكم المكتب؟ يغلق المكتب على 5 تاع العشيه ويبدا يصوت في بلاصه الناس، يبصم ويسني. لو كان تروح نتايا تقول له راك زورت الانتخابات يقول لك لا هاو الريجستر، الناس كاع جات فوطات وكذا ومنا وها، وموجدين ارقام تاع بطاقه التعريف تاعهم وكلش صادر من البلديه وكلش واجد. وهذه من مهام مدير الحمله تاع تبون اللي هو اصلا وزير للداخليه. مدير حمله تبون هو وزير للداخليه، المهمه نتاعو كانت هذه هي انه ارغام من التصويت في مكان الناس، وبداو يصوتوا يبدا يبصم في. روح سقسي كاش واحد صاحبك يخدم مع خدم في الانتخابات يقول لك هذه هي الطريقه الصحيحه اللي يديروها، ومن بعد يعلنوا قال راهي نسبه المشاركه طلعت ل 48%، من بعد يديكلاريوها في التلفزيون على انه راهم الناس فوطاو وهم الادله، الناس هاي بصمت وكذا، يعمروا الريجستر بالبصيم. وهو قالها لكم وزير الاتصال تاع تبون، واش يعيطوا له هذاك العقاب قال لك ما يهمش المشاركه، احنا اخر حاجه نفكروا فيها المشاركه. وهذه راني قلتها للناس، يعني قلتها لكم من النهار اللي قلت لك روح اجمع استماره لجمال عباس وقال لكم هذا دوله عميقه مخابرات، هذاك راه بالعاني باش يقول لكم باش تروحوا تفوطوا يا ودي النظام ما يحتاجكش تفوطي يا رب. يا خاودي راني درت لكم فيديوهات سابقه قبل الفوت. النظام عنده الكوطه تاعو، الكوطه هذه عباك شكون اللي خدمها بوتفليقه. كي جا من 99 ليومنا هذا بوتفليقه دار كوطه سبيسيال خدمتهم غير الانتخابات، هذو مديريات وتعاضديات والوظيف العمومي والميليتير وكذا واهاليهم وعائلاتهم والمجاهدين خدمته يفوتي. نتايا تشارك ما كاين اللي يحدد لك مصيرك، ما تكسرش راسك كاع. والله يا لو كان كاع تقاطعوا الانتخابات النظام يبقى وعنده اللي يصوت عليه، عنده كوطه. لو كان الحاجه الوحيده اللي تفصل بينه وبين الصندوق هذاك اللي يروح يفوتي هو الرصاص، يفوتي النظام عنده الكوطه تاعو اللي تفوتي عليه، تصيد نقطه رجع للصفر. والنظام يحتاج غير هذيك 2% 3%، ما يحتاجش النظام 90% من الشعب. النظام يحتاج 0.1% من الكوطه هذوك من الشعب اللي عنده بطاقه الانتخاب، هذوك هما اللي يحتاجوا من النظام. اما انت رايك ما يهموش النظام، ما يهمش رايك انت. لو كان جا رايك يهم، هل تبون يحكم الجزائر؟ لو كان جا رايك مهم نتايا وعندك صوت وعندك، تعتبر لانديجان اهالي باقي ارجاء الوطن، مناطق الصاد، مناطق الظل، لا اعتبار لا قيمه، ما تسكنش في حيدره وهذوك لي زونفيرو هذوك. نتايا مجرد انديجان اهالي، لا راي لك ولا قيمه. تبع وقول باع. غير البارح ولادنا ماتوا في الماء، نقلب بهم البوطي، قولوا لي على من نفوطي. علماء وطباء صبيان صغار هجرت في بوطي،
قولوا لي علاه من نفوطي. الشبيبه في الخاويه هضروا غير الحرقه والبوطي. قولوا لي علاه من نفوطي. حق المسكين راه في الزنوق مهبول مصوطي. قولوا لي علاه من نفوطي. تعطوا لك اللي 300,000 انتوما عايشين في اللحم والسباطو والروتي. قولوا لي علاه من نفوطي. على اللي دا الدراهم ومازال يدي ويسطوكي. قولوا لي علاه من نفوطي. على اللي طيحوا بدراهمنا ردوهم اكثر من الدراهم الزلوطي. قولوا لي علاه من نفوطي. هادو الاحزاب واحد مريض وواحد مطوخي. قولوا لي علاه من نفوطي. واحد من هي قال لهم 2 ملايين، واحد قال لهم لا 2 ملايين بالك قليل وحنا الشهداء يا خو كذا. 2 ملايين ونص. الاخر مني قال لهم 3 ونص. 3 ونص قالوا له تجي ثقيله. 4 ونص. لا زيد شويه. 5 ملايين. 5 ملايين وحدها ما جاياش. كما لازم حاجه كما 1.5 مليون شهيد. 5 ملايين و600 هكا في الانتخابات. واحد كان مريح قالوا له شحال نحطوا؟ قال لهم واش لو كان 5 ملايين و630 الف باسكو بقات في راسو من وقت. نفس الشخص صاحب النظريه تاع 5 ملايين و630 الف شهيد زادها في الانتخابات قال لهم 5 ملايين و600. وصح صراحه الرقم باهي. 5 ملايين و630 الف شهيد. 5 ملايين و630 الف صوت. جايه فور. ما على باليش علاه بصح صراحه الرقم هكا في واحد الرونق. انني فاهم علاش كانت واحد الجاذبيه انكم تستعملوا الرقم هذا بصح مفضوحه. راهي مفضوحه. تسمى باللارج هذا كان شهيد وزاد انتخب درك على تبون. لكن لو كان جاو يعرفونا يشدك لعبك واحد الفضايح. الانسان اللي يشوف الامور هذه راه يتصدم. واش بيهم هادو؟ واش صرالهم في البلاد هذه؟ باك برك هذه رقم مثل هذا. هذه القضيه تاع 5 ملايين و630 الف او نصل تما زيدوا قولوا زله لسان كما كي قال ثالث اقتصاد في العالم. واش 5 ملايين و630 الف زله لسان ثاني؟ واحد باسكو قاعد يقول لي الرقم مجرد زله لسان قادر يقولوها نورمال. بلاد المهابل المرأة المختلين عقليا. هادو ناس تتبعهم. هادو ناس تمشي معاهم. هذا نظام الدعم ولا الطبل ولا ايا. حنا قلنا نركزوا مع الانتخابات. الفضيحه هذه منا كذا كذا وكذا وكذا على قول تبون. النظام الجزائري يخليك تركز مع فضيحه. راكم تعرفوا كاينه هذيك تاع قطار يمكن ان يخفي قطار اخر. حنا فضيحه دائما ما تخفي فضيحه اخرى. وعلى العموم يخرجوا الفضائح باش يمحيوا اللي فاتت باسكو صارت لهم يا جدك واحد القصه. قبل هذا اذا لقيت برك ماذا بيا نشارك معاكم. ماذا بيا نشارك معاكم. استنى تشوف صورة حصرية من الانتخابات الجزائرية. مكتب اقتراع جماعة يوم 7 سبتمبر. على بالك بلي ما كاتب الاقتراع كامل في الحالة هذه. مساكن الناس اللي خدموا على بالك في الانتخابات كاين اللي بعثوا لي قالوا لي يدهم عادوا ما يحسوش به. حتى المحطون قالوا لهم تبصموا الاصبع تاعهم ولاو ما يحسوش به. مساكن دراهمهم على كل حال حلال. وفا حلال حرام دراهمهم في التزوير. ما عندهمش لحيه يعني ما كي طلعها كي الهبطه يهدر برك كيما انا نهضر على هذيك تاع الجزائر في لونو في دوبي لا تريبون دو لونو بلي الجيري سابخيت راح تنتج 300 مليون متر مكعب و300 الف متر مكعب يوميا. تحليه المياه البحر. على بالك باللي سي لا كاباسيتي مونديال ما كان قل من هذه. وعلاه
علاه غلط هذيك الغلطه هذيك، باسكو 10 ايام من قبل قال نفس الشيء في الجزائر. ما كانش واحد من المستشارين تاعو ولا ديريكتور كابيني تاعو ولا سكرتير جينيرال تاعو اللي قال له يا سيدي الرئيس راك غلط. كان راهي كارثه هالشيء اللي قلته، يخافوا منه. علاه؟ كل واحد يقول بابا خطيني يا خويا نقول نطير، باسكو ما يشتيش اللي يقول له الحقيقه، يشتي اللي يهزوه ويخليوه يعوم بالاحلام. الجزائر حققت 54 هذوك لي بوان دو علاه 54 التزام زعما 1954. سي كوا بالمناسبه في كان المنافس تاعو بين قوسين تاع 62 حساني 62 يعني كانوا يكبوا على بعض يعني بطريقه. حساني مرشح حمص قال بانه انا عندي 62 التزام جزائري، تبون 54 تاع والاخر عنده التحرير و 62 تاع الاستقلال. هذا ما حلبت، هذا هو المستوى السياسي تاع السياسيين تاعنا في غياب يعني نشاط سياسي حقيقي ينبع من الشعب. لا للاسف الشديد، وما يعني مازال بزاف الهضره نهضروها كيما على الجيش مثلا. واش يجيك من جيش عنده البيدجي تاعو ثلث بريسك لو تيير او بلوس جو كخوا تاع البيدجي دو لا ناسيون، البيدجي اللي واحد ما ينجم يراقبه ني افون ني ابخي. طبعا هو ضاعف في عهد تبون، كان الميزانيه 10 ملاير دولار تقريبا. ايوه في عهد تبون الان في فتره عملوها 23 مليار دولار، ثم كان هناك جدل وضغوط امريكيه فيما يبدو، نزلوا البيدجي تاع وزاره الدفاع الى 18 مليار دولار من ميزانيه عامه قفزت في عهد تبون 113 مليار دولار. وطبعا مع انه ليس لها ترجمه على ارض الواقع. هذه هي المشكله، تضخم الترجمه والقراءه الحقيقيه للارقام. شفت تمام حتى الارقام تاع البنك الدولي كيفاه يعني داروا له واحد القراءه سبيسيال هكا باش كيفاه يبريزونتيو، يهضر لك على حاجه وينسى حاجه ويلوث حاجه ويلوي حاجه. ريفي ريفي العربيه، انا مغربي انا مغربي. Shake your body and lose control. Go y'all and let them know. Drop it down and move it slow. Go y'all and wind up fast. Shake your body and shake that ass. Oh y'all, you look so bad. Go y'all, go y'all, go y'all, go y'all. Shake your body and lose control. Go y'all, go y'all. Drop it down and move it slow. Go y'all, go y'all, go y'all and wind up fast. Go y'all, go y'all. Shake your body and shake that ass. Go y'all.